بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكبده الاسكندراني بطريقه سهله وسريعه جدا. هنجيبها طبعا متقطعه كده من عند الجزار. هنحط عليها معلقه كبيره خل، معلقه كبيره زيت. دي تتبيلتها سهله جدا وخفيفه وبسرعه يعني. اديها كزبره وثوم وبابريكا وبهارات مشكله. هنحطوها كده ونقلبوها كويس في الكبده بالشكل ده. طبعا الكبدة حلوة جدا ومفيدة جدا للأطفال، وكلها طبعا فيتامينات وحاجات من دي. حلوة جدا اللي عنده نقص في الهيموجلوبين. فأي دكتور يقولك لازم تاكلي كبدة ولازم ينصحك بيها يعني. فاحنا بنحاول ندخلها يعني في الأكلات، وطبعا كلنا بنحبها والأطفال بتحبها طبعا وكلنا بنحبوها. فهنعملوها النهارده بطريقه سهله وحلوه جدا بنفس الشكل كده. تبلتها وهسيبها شويه بقى ايه، ساعه كده ساعتين على حسب ايه ما انت هتعمليها، بس اهم حاجه تاخد من التتبيله بعضها دي كده. دي هرسه شطه، حطيت كده منها ايه معلقه. وهسيبها شويه. هنا هجيب صينيه ولازم تكون واسعه شويه عن حجم الكبده، عن كميه الكبده اللي عندك. هسخنها كويس جدا على نار عاليه، وبعد كده هنزل بالكبده عليها كده بالشكل ده كده مره واحده كده. بس اهم حاجه ما تقلبيش في الكبده كتير، وخصوصا لو كانت عندك في الفريزر بقالها فتره، علشان ما تفتتش منك. وهي لما بتفتت بتبقى صراحه بتبقى طعمها وحش. لو كانت مفتته كده صغير كده بتبقى طعمها وحش. هنعملها كده بنفس الشكل ده. يعني تتعاملي معاها كده ايه على استحياء. بالشكل ده. هنا برضو ما قلبتش فيها خالص، سايباها تاخد لون من تحت لغاية ايه. مش لون بقى يعني تغير لونها. لغاية ايه عشان تمسك تبقى متماسكة كده وما تفتتش منك. بنفس الشكل ده كده. هنا برضو بعرفكم ان أنا لسه ما جيتش يمها. هنا هبدأ بقى اجيبها كده من فوق لتحت كده بالشكل ده. ايه بحيث ان هي تبقى ايه بالراحة كده وانا بتعامل معاها عشان ايه. اللي انا قلت لكم عليه ده بالراحة كده بنفس الشكل ده. بالراحة. بحبها جدا انا في عيش فينو. انا وعيالي طبعا بنحبها جدا في عيش فينو بالشكل ده. انا مكعب الزبدة اللي انا حطيته ده اختياري. طبعا انا بحب الزبدة جدا جدا في الاكل، وبحب ايه طعمها وريحتها. فدي اختياري. لو انت مش حباها ما تحطهاش خالص. هو طبعا بتاع المحلات الكبدة هتديكي هتحطيها هتعمل بمكعبات زبدة، لا طبعا هي زيوت. بالشكل ده كده هقلب كده برضو على استحياء كده. بالشكل ده كده. هنا لقيت ملحها قليل فزودتها ملح وفلفل. نسيبها بقى ايه تاخد مع بعضها كده بالشكل ده. هنا بقى مهما تقلبي فيها مش هيحصل لها حاجه، يعني مش هتقولي بقى هنا بقى هتفتت وكده، لا. هي اهم حاجه في الحركه الاولانيه خالص اول ما تحطيها على النار، هي دي اللي بتفرق معاها جدا. هنا حطيت فلفل اخضر بارد وحامي. على حسب بقى الكميه اللي انت بتحبيها حطيه. بالشكل ده كده. وهنا زودت حبة زيت، حسيت ان زيتها قليل فحطيت لها شوية زيت. بالشكل ده. هنسيبها تغلي بقى حبة كده مع بعضها. المكونات بتاعتها تاخد من بعضها كده بالشكل ده. هنا حطيت لها فص توم. انا بحب احطه في الاخر كده، احب احط لها فص توم في الاخر كده بتديها يعني تيست عالي قوي. بتديها طعم حلو قوي. بالشكل ده كده. وهنا هزود لها حبة مية علشان تشوفوا انا هعمل ايه بالمية دي، يعني انتي في الطبيعي ما تزودلهاش مية، بس انا زودت مية علشان اللي انا ايه الحاجة اللي انا هحطها دلوقتي. هنا برضو عصرت ليمونة.
طب ليه ما حطيتيش الليمون في الاول؟ ما احنا عارفين كلنا إن الليمون بيتحط في الاول في الكبده. لا، انا حطيتها في الاخر علشان ايه؟ تفتح لونها. ده بقى التركية اللي بقولك عليها، معلقه طحينه. معلقه الطحينه دي بتودي الكبده في حته تانية خالص، بتديها تقل كده وصوص تقيل وطعم لذيذ جدا جدا جدا. وده سر على فكرة من سر المحلات، يعني يقولك الصوص بتاعهم بيبقى تقيل وطعمها مختلف. هو ده ايه؟ هو ده هو ده السر فيها. بالشكل ده كده. مش انت كتير بتعملي الكبدة بتحسي ان لونها بقى اسود كده ومش حلو ومش عاجبك كده؟ هو دي عمرها بقى حتى لو قعدت لتاني يوم ما اكلتيهاش، فضل منها كمية ما اكلتيهاش، هتفضل لونها بنفس الشكل ده، مش هيتغير خالص. إيه، لو عملتوها بقى بنفس الطريقة بتاعت دي تقولوا لي بقى في الكومنتات. بالشكل ده. هنغرف بقى في الطبق. جرنيشي بقى باي حاجة ده بصل اخضر حطيت كده على الوش، وطبعا الليمون اساسي معاها، بنحب نعصر الليمون عليها وهي بتتاكل كده سخنة. بالشكل ده. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها وهيعملها. بالشكل ده كده. طبق جميل ومغذي وحلو جدا. عايزه اقول لكم انا كنت بحبه جدا ايام الكليه والحاجات دي، وما كنتش اعرف ان هما اللي الكبده اللي بيستعملوها ديت يعني ايه، معدومه المصدر يعني. ما والله العظيم ما عرفت الموضوع ده لما كبرت. ما كنتش متخيله فعلا ان هي زي ما بيقولوا عليها كده كبده هوا وحاجات من دي، فبطلت اجيبها طبعا من بره. كرهتها بصراحه من بره. حبيت اعملها في البيت احسن، بنفس الشكل ده، وانضف وضمناها وضمنا عمايلها ونظافتها وكل حاجه بنفس الشكل ده. يا رب تكون عجباكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.